السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ سيسي. ان شاء الله النهارده هعمل كيكه المج في 5 دقايق، مش هتاخد وقت ان شاء الله، باذن الله تعجبكم. بدايه كل المكونات تبقى بره التلاجة قبلها بفتره. 3 معالق زيت كبار، 3 معالق لبن كبار، اللبن اللي هو الحليب، 3 معالق سكر كبار او حسب الرغبه، معلقتين كاكاو كبار، رشه فانيليا، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر. اقلبهم مع بعض، ممكن تقلبيهم بالشوكه. 4 معالق كبار دقيق، هحط مكعب شوكولاته في النص، انزله جوه. تدخل الميكرويف لمده دقيقتين او 3. لو هتعمليها في الفرن طبعا هتاخد وقت اكتر، هتقعد 20 دقيقه. هي على حراره 180. هي اخدت مني 5 دقايق عشان انا بحبها تكون مستويه قوي، لان في ناس بيحبوها ياكلوها زي المولتون كيك كده، بيبقى فيه من جواها لسه معجن، انا مبحبهاش كده. وطبعا ممكن تبقى حلوه قوي لو كل واحد مثلا في البيت عمل الكوبايه بتاعته، يبقى يعني ايه، عمل جماعي. شايفين من جوه هي مستويه، جميله جدا، جربوها. واللي يحب يزود سكر يزود، لان انا بحب سكرها قليل شويه، ولان فيها شوكولاته ممكن تحطي انتي 4 معالق. هي مستويه حتى من جوه اهي. انا بحنسكوا عشان تعملوها. في من جوه مستويه خالص من جوه، عشان بس محدش فكر ان هي مش مستويه. ما تلاقيش المج مش هيفرقع لا في الميكروويف ولا في الفرن. انا بحب اشتغل في المج ده، مع ان هو قديم جدا عندي، بس انا بحبه لانه في الشكل اللي هو الطراز المغربي شويه، وانا بحب جدا الاطباق اللي بيشتغل فيها المغاربه، انا بحبهم جدا، وعندي فانز كتير من المغرب. بجد انا بشكرهم جدا على كل تعليقاتهم ومتابعتهم ليا، هما والعراقيين. ربنا يكرمهم ان شاء الله، وتحيه ليهم كلهم. مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. ويا ريت لو حد عنده حاجه مغربي يبعتها لي، يعني اي اطباق حاجات زي دي. باي باي.